هاتف ريلمي 11 5G أحد أفضل الهواتف الجديدة من شركة ريلمي العالمية، يتميز بإمكانيات جبارة سوف نتعرف عليها في هذا المقطع. فما عليك سوى وضع اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. إليك كل إمكانيات الجوال. يأتي الجوال بمعالج دايمنسيتي 6100 يعد من بين معالجات الهواتف الأقوى في الفئة المتوسطة، ويتميز بقوته في تحليل البيانات والأوامر بشكل سريع عن الأجيال التي سبقته، كما يتميز بكفاءته العالية في تشغيل الألعاب بشكل سلس مما جعله محط نظر لعشاق الألعاب. أما عن الذاكرة والرام، يأتي بنوعين من الذاكرة. النسخة الأولى تأتي بذاكرة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، والنسخة الثانية تأتي بذاكرة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، مما يزيد من قوة وأداء الهاتف. ونأتي للنقطة الأهم في هذا الهاتف، وهي شاشة الموبايل، حيث أن الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة، وتأتي من نوع IPS LCD، وتأتي بمساحة 6.72 إنش بدقة 2400 في 1080 بكسل، بمعدل بكسلات يصل إلى 392 بكسل لكل إنش، مع دعم شاشة لمعدل التحديث العالي 120 هرتز. ألم أقل لكم في بداية المقطع أن الهاتف يعد من أسرع الهواتف بفضل المعالج والرام، وأيضا تردد الشاشة العالي الذي يصل إلى 120 هرتز؟ لكن كنت أتمنى أن تأتي الشاشة من نوع أموليد لتضيف لمسة إبداع وقوة إلى هذا الهاتف. وننتقل سريعا إلى كاميرات الهاتف، حيث أن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، ممتازة جدا في التصوير السيلفي وأخذ الصور التذكارية مع الأصحاب. أما عن الكاميرا الخلفية لهذا الجهاز، فالكاميرا الخلفية تأتي مزدوجة. الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بالعزل. زائد أن الجهاز يدعم تصوير الفيديو بجودة الفول اتش دي بدقة 108 ميجا بكسل بمعدل التقاط إطارات في الثانية يصل إلى 30 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة اتش دي بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط إطارات يصل إلى 30 إطار في الثانية. كنت أتمنى أن يكون تصوير الفيديو بجودة 4K، لكن لا يزال الجهاز مع كل هذه الإمكانيات ممتاز جدا. ننتقل سريعا إلى شكل الجهاز، والذي يعد مميز جدا ويعطي لمسة من الأناقة والرقي في عالم الهواتف المحمولة. وإلى هنا سوف أذكر لكم جميع مميزات الجهاز وجميع عيوب الجهاز من وجهة نظري. ننتقل سريعا إلى أهم مميزات هذا الجهاز، حيث يدعم الجهاز فتحة 3.5 مللي الخاصة بسماعة الأذن، وكمان الجهاز بيجي بشكل عصري وجذاب، وكمان بيجي الجهاز بسرعة شحن 67 واط، وبيجي كمان في العلبة بتاعت الجهاز شاحن 67 واط. كمان الجهاز بطارية تعتبر ممتازة جدا في الفئة المتوسطة. زائد ان الجهاز بيجي بمعالج الدايمنسيتي 6100 بلس الذي يقدم اداء جيد جدا، نفس اداء الهيليو جي، نفس اداء او ما يقرب من اداء المعالج الهيليو جي 99 تقريبا. زائد ان الشاشة الاي بي اس تعتبر ممتازة جدا بفضل معدل التحديث العالي 120 هرتز، لكن كنت اتمنى ان تأتي اموليد، لكن الشاشة تعتبر ممتازة جدا. نيجي بقى للعيب اللي انا شايفه عيب قاتل في هذا الجهاز، ان الجهاز ما بيدعمش تصوير الفيديو بدقة ال 4K. اكتر حاجة غيظاني في الجهاز ده ان الجهاز ما بيدعمش تصوير الفيديو بدقة ال 4K. لو كان بيجي بدقة ال 4K كنت تشوف الجهاز ده في حتة تانية، وزائد الشاشة الاموليد كنا هنشوف جهاز خرافي. حتى لو زودوا مثلا 1000 جنيه زيادة على سعر الموبايل اللي هو نازل اصلا بسعر 9000 جنيه، فيعتبر سعر ممتاز جدا في الفئة المتوسطة. لو زودنا 1000 جنيه كمان وخدنا شاشة اموليد تعتبر حاجة ممتازة جدا. واللي انا شايفه عيب كمان في الجهاز ان الجهاز ما بيجيش بسماعة ستيريو، لسه الجهاز بيجي بسماعة مونو عادية، وده يعتبر عيب قاتل جدا في الجهاز، لان معظم الاجهزة الحديثة اللي نازلة حاليا في الاسواق وبسعر اقل من سعر الجهاز وممكن يوصل لسعر 6000 جنيه كمان، بتلاقي ان الجهاز نازل بسماعة ستيريو. فانا شايف ان دي حبة غلطات كده فلتت من ريلمي، لكن الجهاز لا يزال واحد من افضل الاجهزة اللي نزلت في السوق المصري حاليا. سعر الجهاز في مصر يتراوح ما بين 9000 و 10000 جنيه، اما في الامارات فيتراوح ما بين 400 الى 500 درهم امارات. والى هنا يكون قد انتهى فيديو اليوم. ما تنسوش شباب لايك شير اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.